طريق الموت، ذلك الخط الرابط بين مديريتي الخبت وملحان بمحافظة المحويت، مرورا بقرية الخواجر ووصولا إلى وادي حمي، حيث يعاني أهالي تلك المنطقة من صعوبات شاقة في الطريق المؤدية إليهم وشريان حياتهم الوحيد. استنفار عام وانطلاقة جماعية من جميع الوجهاء والأعيان والمواطنين ليخففوا مرارة حرمانهم ومعاناتهم طويلة المدى وبإمكانيات محدودة، مستمدين العون من الله عز وجل ثم من أبناء المنطقة المغتربين في الخارج، آملين اللفتة الكريمة من الجهات المعنية ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير عام المديرية الأفاضل. أيضا نطالب دولتنا الرشيدة أن تقوم بواجب معنا وأن تساعدنا بأي ما أمكن، ولو نحن نعرف الظروف، ولكن الطريق هذه بحاجة. عندما تقع مطر نناشد الحكومة ونناشد أبنائنا وأخواننا المغتربين أن يقوموا بالواجب، ونحن مستعدين بالعمل بأيدينا وبما نستطيع. بارك الله في المغتربين وجزاهم الله خير، وكتب الله أجرهم في صحائف حسناتهم. المغتربين جهودكم هي الذي سوقنا وخلنا نخرج عن الطريق. كلمتنا كلمة واحدة من شأن المصلحة، وأنتم بالقدوة. احنا نقتدى بكم الآن لأنكم ما قصركم، وربنا يسهل عزاكم إن شاء الله ويسهل أموركم، واحنا مستعدين إن شاء الله. سنبذل جهدنا، سنطالب بقدر ما استطعنا، نطالب الحكومة ما تيسر منا، والباقي على الله. وأنتم ما قصركم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ربنا يصلح أوضاعكم إن شاء الله ويسهل أموركم. خرجنا اليوم برا الطريق ومستعدين نخرج كل يوم إن شاء الله، وكلنا متلهفين للعمل بين الطريق. ونشكر أبنائنا وأخواننا المغتربين، ونشكر كل من دعم وساهم في الخروج لتحسين الطريق. الله يعطيهم العافية وما قصروا معنا، الله يعطيهم العافية. بدهم يقتلوا خرجنا بالوجه في الطريق وهم ماشي. ونطالب الجهات المختصة بمد العون إلينا، فطريقنا صعبة جدا. المغتربين ونناشد الحكومة أن يلفتوا النظر إلى طريق الخواجر وادي حمي. الطريق حقنا أخص طريق وعرة تعبنا، وإحنا نشتغل بنا، والآن نرجو من أهل الخير ومن الحكومة ومن المغتربين أن يلفتوا النظر إلى هذا الطريق. هذه تكون يعني أكثر من 15 قرية. نناشدكم ونناشدكم ونعلها أكثر من 5000 سنة. شيوخ وشباب وأطفال ذو إرادة وعزيمة ونضال، مبادرين وباذلي كل ما بوسعهم لتحقيق ما يحلمون إليه من أبسط مقومات حياتهم اليومية، وآبين ألا يجعلوا من الخريف إلا ربيعا. لن يقتصر الأمر على الوعورة فحسب، فهناك أرواح زكية نقية فارقت الحياة بسبب تلك الطريق الموحشة، وخسائر في الممتلكات، ناهيك عن صعوبة نقل المرضى والحالات الحرجة التي لا تكاد أن تصل إلا منهكة أو لن تصل.